حق ابني، والنبي عاوزه حق ابني، انا مش عاوزه اي حاجه، والله ما عاوزه اي حاجه، النبي عاوزه حق ابني، والنبي عاوزه حق ابني، والنبي عاوزه حق ابني، والنبي عاوزه حق ابني. هو الواد نايم هنا. النهارده قدام جريمة بشعة، الأم اللي بتنهي حياة ابنها اللي مصاب بضمور العضلات، عمره لا يتعدى 8 سنوات. احنا النهارده موجودين مع أهل الطفل محمد عشان نعرف القصة الكاملة. عرفيني بنفسك الأول واحكي لي كده ايه اللي حصل. انا اسمي نادية طه درويش شريف. ابني وامه قالت ده مات واتصلت بينا. طب انا الواد دون مات ازاي؟ قالت لي ده انا بقول لها وانت ما كنتش في البيت؟ قالت لي لا انا كنت نايمه جنبي. ادي جيت انا على سمة ميت موتة ربنا الصبح الفجر كده، بقول لها حمي الواد دون عشان الايه، عشان دكتور الصحه يجي والمغسل يجي يغسله. قالت لي لا ما تمديش ايدك على الواد ده، لا لا ما تمديش ايدك عليه، سلفتها قاعده شاهده عليه، ما تمديش ايدك عليه، عيني ايدك من عليه. او قلت لها ليه؟ ده انا مربياه، ده انت بتسيبهولي وتروحوا كل حته. يعني بيقعد معاكي معظم الوقت؟ انت بتروحي كل حته وانا بشيله، وانا اللي بحميه وانا اللي بشطفه. اشمعنى لما مات انت بتقولي لي لا؟ قالت لي لا ما تمديش ايدك، ما تقلبيش في الواد، وراحت منعني ان انا ايه احمي الواد عشان بتاع الغسل يغسله. طيب كلميني بقى لما دكتور الصحة جه، ايه اللي حصل؟ اما دكتور الصحه جه اتفاجئت ان الدكتور بيقول مش ميت طبيعي، وخد بعضه وايه ومشي، ما رضيش يدوم التسريع. لكن انا جايه بالليل على سمة الواد ميت موت ربنا. يعني انت ما دخلتيش شفتيه؟ لا ما وريتهوليش. قالت لي لا ما تقلبيش فيه. الحكومه خدتني بالليل الشقه دي صاحبتها مين؟ قلت له مان وكيل النيابه. اتفاجئت بقى ان هي وكيل النيابه قال لي ده هي موتها. يعني هم لما خدوكي انت اتفاجئتي ان الامر فيه شبهه جنائيه؟ اتفاجئت ان هو شبهه جنائيه. اما الحكومه خدتنا. النبي انا مربيها تجيبوا له حق، والنبي تجيبوا له حق. يعني انت بتطالبي ايه العقوبه بتاعتها؟ انا بطالب ان هي دلوقتي لا تاخد 25 سنه، تاخد 25 سنه تتربى بيهم. ما باكل ولا بشرب وريقي ناشف، ما باكلش ولا اشرب. انا اللي مربياه 3 سنين، ابوه مات وكانت ساكنه في شقه خرجت منها وقعدت معايا 3 سنين وهو في حضني. 3 سنين اتفاجئ ان هو مات، هي موتاه. اتفاجئ عمل لها ايه؟ ضرها بايه؟ اما تيجي تصور الجريمه مش مصدقه، انا مش مصدقه وهي بتصور الجريمه. ادي لما مثلت الجريمه قالت ان هي عملت فيه ايه؟ ما اعرفش، انا كنت محبوسه هناك، كنت في النيابه. يوم الحادثه ايه اللي حصل؟ هو يوم الحادثه والله جم قالوا ده هو توفى، تمام، فاحنا بنفتكر ان هو توفى طبيعي، تمام. فجم ودوه المستشفى ورانا هنا، مستشفى مصطفى محمود، فقالوا لهم ده ميت بقاله فتره كبيره، انتوا جايبينه هنا ليه؟ تمام. بس بعد كده بقى جم طبعا جابوه هنا بالليل، فطبعا لما شافوا وشه كده وجسمه شكله مش طبيعي، في كتمات في دماغه، وجسمه مزرق، ومن عند ظهره كده برضه في مطرح كف ايد، تمام. فطبعا احنا مش في دماغنا برضه ايه، مش يعني ما قلنا مين اللي هيعمل كده في طفل صغير، تمام. فجينا بعد كده الصبح جبنا الدكتور بتاع الصحه عشان يشوفه. الدكتور بتاع الصحه جه شافه، قال لي على فكره الولد دوت في شبهه جنائيه. قلت له يعني ايه شبهه جنائيه؟ قال لي ممكن ده يكون حد مموته. قلت له استحاله، مين اللي هيموت ده؟ الطفل دوت عنده اعاقه وعنده ضمور في الجسم ومخه وبتاع، ما بيتحركش من، يعني هو حضرتك بيبقى نايم سطيحه كده ولا بيتحرك شمال ولا يمين، تمام كده. بس فقلت له طب خلاص يا دكتور، اللي انت شايفه واللي يرضي ضميرك اعمله. فرحنا الصحه، قال لي اطلع على القسم، كنت انا اللي معاه بقى، قال لي اطلع على القسم اعمل محضر وايه وتعالى. قلت له خلاص ماشي. رحت القسم، بعتونا تاني لبتاع الصحه وكلموا الدكتور، قال لهم حضرتك ده في 1 2 3 وفي شبهه جنائيه في الايه، في الموضوع. امه كل في الوقت ده كانت معانا عادي وبتصوت ومفيش اي حاجه، واحنا مش في دماغنا برضو مين اللي عمل كده.
احنا بصراحه يعني برضو ايه كان الشك رايح ناحيه اللي هي عشان هي برضو مش مهتميه بيه كويس، على طول بتبقى سايباه ومش مهتميه بيه، اللي كانت قاعده معاه على طول سته. بس فجينا بعد كده النيابه جت وجم شافوا الجثه وكده وشافوها، وجم خدوني وخدوا والد سته وخدوا عمامه معانا ورحنا النيابه تمام كده. قعدنا هناك لحد الساعه 7 الصبح. بعد كده جه وكيل النيابه قال لنا اتفضلوا توكلوا على الله، انتوا مش كنتوا شاكين في حد؟ قلت له بصراحه انا كنت شاكك فيها عشان هي مش مهتميه بيه. تمام. قال لي خلاص ماشي توكلوا على الله، انتوا ما قلتوش كده ليه من الاول؟ قلت له والله حضرتك احنا مش كنا شاكين، مش عايزين نظلم حد برضو، احنا برضو ما كناش ظالمينها بصراحه، بس قله الاهتمام بيه تخلي الواحد يشك. تمام. بس بعد كده قال لنا انتوا خلاص توكلوا انتوا على الله. جينا احنا مروحين لا توكلوا على الله وبقى اتصل بيكوا تاني. مشينا قالنا انتوا عشان الواد بقى داخل في تالت يوم فلازم يدفن عشان خاطر بطنه عليت والكلام دوت. فراحوا ممشينا. رحنا احنا فين؟ على المشرحه. قلنا تروحوا على المشرحه هناك تاخدوا الولد وتروحوا بيه المشرحه. خدنا من هنا ورحنا بيه الايه المشرحه. قلنا الحريم استنوا هنا عشان انتوا مش هينفع تيجوا معانا المشرحه وكده. فروحنا هناك اتصلوا بينا قالوا لنا ده على فكره النيابه جت وجابوها وبتصور دلوقتي الجريمه، وجابوا طفل صغير من الشارع وصورت عليه الايه مثلت عليه الجريمه. فكده خلاص حضرتك يعني هي يعني ما فيش كلام تاني بعد كده، بعد ما هي مثلت وقالت اللي ده حصل واعترفت بكل حاجه. فاحنا عايزين يعني حق الواد ده حق طفل، احنا عايزين حقه عشان حرام يعني. ده كده ده يعني ده هو ده الحول بيقول لك هو عمل لها ايه؟ انا عايز اعرف عمل لها ايه. لو كانت سابته في الشارع كان الشارع احن عليه، كان ممكن اي حد خده ورعاه. طب انت ليه؟ ده انت امه يعني انت ليه عملتي حاجه زي كده؟ طب هل مثلا كانت بتعاني من اي امراض نفسيه، ضغوطات نفسيه؟ ولا اي حاجه حضرتك، ولا اي حاجه. سليمه عاديه جدا ولا اي حاجه، ما فيهاش اي مشكله. واللي يقول اسال اي حد في المنطقه يقول لك ان هي عندها اي حاجه، ما فيش اي مشاكل عندها خالص، طبيعيه 100%. بس فهي اللي احنا سمعناه بقى اللي هي كانت متجوزه وكاتبه كتابها من شهرين وكده، والمفروض ان هي تخش بعد العيد تتجوز بعد العيد. احنا ما نعرفش حتى مين اللي هي متجوزاه دوت. بس حضرتك تقرب ايه لمحمد؟ ابقى عم محمد اللي توفى. اخر تحديثات القضيه اللي احنا نعرفه ان هي بتدعي ان هي متخلفه عقليا، ان هي مريضه نفسيا، والكلام ده كله حضرتك يا فندم ده شغل محامين. احنا بنطالب بالاعدام في اللي قتلت ابنها. حضرتك بتقول ان هي سليمه طبيعيه 100%؟ هي سليمه طبيعيه 100% يا فندم. اللي ياكل ويشرب ويمسك فلوس يعدها ويجيب تكاتك ويحوش فلوس ويروح ويكتب كتابه، يبقى ده مش مختل عقليا. ده هي بتدعي انها مختله عقليا علشان تطلع من القضيه. عايزاكم برضو تكونوا واثقين في حكومه بلدنا ان شاء الله ان هي هتجيب حق محمد. بطالب بالاعدام. انا واثق في المحاكم بتاعتنا ما بتظلمش حد، والحكومه بتاعتنا ما بتظلمش حد، وحسبي الله ونعم الوكيل فيها. ربنا ينتقم منها.